اولا مبروك على الانجاز العظيم مدريديستاس، مبدئيا نفدنا من الممر الشرفي قدام برشلونة الاسبوع الجاي. ثانيا شو قصة ميندي اللي محسوب علينا مدافع اساسي وهو عدد اصاباته اكثر من عدد الساعات اللي لعبها معنا، يعني اليوم يا دوبك فات لعب معنا ربع ساعة وطلع مصاب. وحتى لما اضطر اربيلو يبدله لانه مصاب نزل فران غارسيا وبقي متجاهل كاريراس على الدكة، اللي هيك كانت ردة فعله لما شاف التبديل. على فكرة مو غلط تكون مدرب عندك شخصية قوية، لكن الغلط لما تكون هالشخصية القوية على لاعبين ولاعبين. فينيسيوس اعتذارات متأخرة وعودة متأخرة، لكن اللي صار وخلص الموسم. عنا كلاسيكو الاسبوع الجاي والمهم نبقى مكملين بصحوة الشوط الثاني. اللي شفناه وتأكدنا منه اليوم انه مدريد محتاج للاعب رقم 9 حقيقي. دخول غونزالو غير رتم المباراة وفتح المساحات اللي كنا محتاجينها. اما بيلينغهام كلنا لاحظنا بعد ما رجع من الإصابة عم بيقدم مجهودات يشكر عليها، وشفنا الاسيست العالمي اللي عمله بالكعب اليوم. وهذا بالضبط يلي ناطرينه الاسبوع الجاي، الصحوة الصح حتى لو كانت بالوقت الغلط، لانه بالرغم من كل سوء الموسم مش مقبول ينتهي بطريقة انه برشلونة يفوز ضدنا، يحسم الدوري ضدنا ويحتفل ضدنا.